تشيز كيك في دقايق، حلو بارد للصيف، سهل جدا. عملت الوصفة من غير خبز ومن غير جيلاتين، بدون اي مجهود. الوصفة كلها حضرتها النهاردة بجهاز رافال الجديد، هاند بلندر 5 في 1 1200 واط. دي مفرمة صغيرة بتيجي مع الجهاز، سهلة جدا في الاستخدام وليها سرعات كتير، تقدروا تستخدموها في الكميات الصغيرة ولو حابين ان انتوا تحضروا وصفات سريعة. انا فرمت فيها البسكوت اللي هعمل بيه وصفة النهاردة، مش عاوزاه يكون ناعم قوي، يعني عايزاه شوية يبقى مجروش. حطيت عليه الزبدة، دوبتها في الميكروويف الاول وبعد كده غلفت بيها البسكوت كله. ده توت فروزن، حطيت عليه معلقتين سكر، عصير ليمونه، ممكن تستخدموا فراوله فروزن، مانجا فروزن، زي ما تحبوا. معلقه نشا كبيره، عليها معلقتين ميه. قلبتهم كويس الاول عشان القوام يتقل معايا شويه. محتاجة استخدم الهاند بلندر دلوقتي، ورافال بجد عملت هاند بلندر بكواليتي ممتازة، كواليتي رائعة، ما خدش مني ثواني. هو فيه سرعات كتير تقدروا تستخدموها. طحنته كويس والقوام بقى ناعم جدا. هنزل بيه في بولة تانية عشان يبرد معايا اسرع. وده البلندر كاب او الدورق الشفاف اللي بيجي على الجهاز، هو ضد الكسر، موضح عليه المعيار بالملي. حطيت الكاب نفسه في التلاجة الاول عشان يبرد معايا شوية، واستخدمت كريمة خفق عليها معلقتين سكر بودرة وشوية من الفانيليا، وهركب المضرب اللي بيجي مع الجهاز، وعلى سرعة عالية هضرب الكريمة. شايفين القوام عامل ازاي؟ الكريمة بقت متماسكة جدا. وزعت البسكوت في الكوبايات وحطيت شوية من الصوص وطبقة من الكريمة. وزعوها بالمعلقة لو حابين، هتسهل عليكم وهتديكوا نفس الشكل الحلو في الاخر. وبكرر كده الطبقات كلها بنفس الطريقة، يعني هو تحضير الوصفة كلها سهل جدا، مش هياخد منكم فعلا دقايق. اخر حاجة طبقة كريمة على الوش، وزينوا بالصوص اللي احنا عملناه. ودوقوا ألذ تشيز كيك من غير مجهود، من غير خبز، في دقيق. رافال النهاردة بتقدم لكم الجهاز ده بخصم 20% وكمان ضمان لمدة 2 سنين. فالحقوا العرض بسرعة وجربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم ايه.